شيخنا العزيز، روي في صحيح البخاري أن والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وآله كان يبول وهو واقف، وفسر من قبل الشيوخ بكريين أن هذا إجلاء للنبي، لأن النساء يبولن وهن قاعدات. فسؤالي هو: هل يصدر من النبي صلى الله عليه وآله ما يخالف المروءة، أي خلاف المروءة؟ وشكرا جزيلا. يعني هذا عذر أقبح من ذنب، وأعني بالذنب روايتهم لمثل هذه الأحاديث والترهات التي شوهت الأخلاقيات العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله روي عنه أنه ذم البول من قيام وشبهها ببول الكلاب، أجلكم الله وأجل السامعين. فهل يمكن أن يصدر منه ما هو ينهى عنه؟ هذا أولا. ثانيا، من الذي قال أن البول من قعود يعني هو مختص بالنساء؟ وهو سيرة البشر كلهم، بعد سيرة البشر كلهم أنهم يبولون من قعود، وهذا أكثر فائدة للإنسان يعني صحيا أيضا طبيا من هذه الجهة، سواء كان رجلا أو سواء كان امرأة، يعني ماكو فرق من هذه الجهة. لا، في واقع الأمر أنه يريدون بأي شكل من الأشكال أن يسيئوا إلى سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا أننا إذا تأملنا في الرواية التي يروونها كذبا على رسول الله لا نجد أنها تقتصر فقط على فعل البول من قيام، وإنما أن رسول الله كما تفضلتم أنه يخالف المروءة بشكل قبيح جدا. يعني أنت تريد أن تبول من قيام، لكن بالشارع تبول من قيام. الرواية عندهم تقول أنه جاء سباطة قوم، يعني مزبلة قوم، جماعة بالشارع عندهم مزبلة، راح وقف، وهو من روى عنه يقول فانتبذت منه، يعني رحت شوية بعيد، فقال لي لا تعال نعم تعال عندي اقترب، فوقفت عند عقبه حتى فرغ من بولي. يعني أنت تقبل على نفسك هسه، فلنفترض البول من قيام بول الرجال، يعني كان رجولة يعني واحد يبول من قيام هسه خلينا نفترض. أما أنه تجي تسمع صوت بولك لغيرك تقول له تعال أوقف، وأمام الناس، أمام مرأى العالم، يعني أي نبي يصنع مثل هذا الصنيع؟ لا، هم يريدون بأي شكل من الأشكال يسيئون إلى سمعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله الذي كان كتلة من الطهارة والأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مو لأن أبول واقف والعياذ بالله. زين، من جانب آخر يريدون أن يصححوا الممارسة القبيحة مالت عمر، لأن عمر كان مشهور عنه يبول واقفا، هذا هو كل يوم صاعد نازل بايل وهو واقف. ونقلت أنا بعض هاي الروايات عن بول عمر وطريقة بوله واستنجائه في إحدى المجالس، كان أيام فرحة الزهراء عليه السلام، وهم يذكرون أنه عمر كان يبول وهو واقف وأمام مرأى العالم، وكان بعدما يبول أجلكم الله كان لا يتطهر وإنما يمسح ذكره بالحائط يمسح ذكره، يقول خلاص هو هذا كافي، هذا تطهر يعني. فبسبب أنه هذه صفة عمر لابد أن يخلقوا مبررا لأفعال عمر، فيقول لا رسول الله بال وهو واقف، فماكو إشكال في عمر يعني مثلا. فهذه هي المشكلة الحقيقية معهم في الواقع. المشكلة الحقيقية أنهم يحامون عن أبي بكر وعمر ومن أشبه أكثر مما يحامون عن رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة. يعني أحد الإخوة في الكويت تناقش مع واحد منهم في هذه الأمور، فقال أنه عبس وتولى لم تنزل في رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إذن في من نزلت؟ قال نزلت في عثمان. يقول ذاك انتفض. قال حاشا ذا النورين أنه يعبس. عجيب، يعني ذا النورين مو عندك مشكلة أنه يعبس ويتولى في وجه الأعمى، أما رسول الله لا، مو مشكلة.